إلى أين يتجه الاقتصاد المصري؟ هذا السؤال البالغ الأهمية علينا أن نطرحه ونبحث عن إجابات علمية له، مدعمة بالأرقام، مدعمة بالإحصاءات وبالتحليل السليم من الخبراء. إلى أين يتجه اقتصاد فقد أكثر من نصف الاحتياطي النقدي لديه في البنك المركزي، وهبوط شديد في الاستثمارات المباشرة، وانخفاض شديد أيضا في البورصة المصرية. إلى أين يتجه اقتصاد فيه تطلعات كبرى من المواطن المصري برفع الأجور وأيضا تحسين الأوضاع وتثبيت العمالة؟ لأين يتجه اقتصاد مصري فيه رغبات من أجل تحسين الخدمات، تحسين التعليم، تحسين الصحة، تقديم مشروعات اجتماعية من أجل طبقات كثيرة شعرت أنها مهمشة على مدار أعوام كثيرة. هذا هو السؤال الذي نطرحه في ظل ثورة، في ظل برلمان جديد، في ظل صياغة دستور جديد، وعلى أعتاب رئيس جديد لمصر. هذا الموضوع فتحنا ملفاته مع العديد من الخبراء والمتخصصين، طرحنا السؤال بكل صراحة بكل شجاعة، وأيضا ناقشناه كالعادة بهدوء. منذ اندلاع ثورة يناير المجيدة تم سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي لتلبية المطالب الفئوية ودعم الإنتاج المحلي. 50 مليار دولار هي حجم واردات مصر من السلع والمواد الخام، مقابل 27 مليار دولار هي إجمالي حجم الصادرات، أي أن هناك عجزا في الميزان التجاري مقدرا ب 23 مليار دولار، بينما تشكل إيرادات قناة السويس مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج أهم مصادر تدفق النقد الأجنبي، والبالغ 18 مليار دولار سنويا. فهل الحديث عن إفلاس مصر هراء ولن يحدث، أم أنها حقيقة تتوقعها المالية وترصدها الأسواق؟ وهل المطالب الفئوية في الوقت الراهن خيانة للوطن لأنها تزج بالبلاد في أزمة حقيقية؟ أستاذ محسن عادل المحلل المالي، يمكن السؤال المهم اللي يتعين على المشاهد أنه يحاول يعرفه هو علاقة الاستقرار السياسي في بلد ما بمؤشرات الأداء المالي أو الاقتصادي لهذا الوطن، علاقة الأمن والأمان والثقة في النظام السياسي بتدفق الاستثمارات وبانتعاش الأسواق وبحركة السوق وتحوله من أسواق ضعيفة إلى أسواق متحركة، أسواق كاذبة للاستثمار. اللي يجب الناس بس تكون فاهماه ان اي اقتصاد بيبني على نقطة اساسية وهي نقطة الثقة. بمعنى هل انت واثق في هذه الدولة؟ هل انت واثق ان الحكومة اللي موجودة هتنفذ تعهداتها؟ هل انت مطمئن لاستثماراتك امنيا؟ هل انت مطمئن ان هذه الاستثمارات اذا قمت بزيادتها سوف تحقق العائد منها في الظروف الطبيعية؟ ان مفيش اي ضغوط من اي شكل ما من الاشكال بالنسبة للبعد السياسي على طبيعة استثماراتك. حرية الاستثمار هي الفكرة اللي بيدور عليها اي مستثمر على مستوى العالم. اللي حدث خلال السنة اللي فاتت ان الانقلاب الامني اللي حدث والانفلات الامني الشديد مع عدم استقرار الوضع السياسي وعدم وضوح الرؤية بشكل كبير بالنسبة لطبيعة المرحلة الانتقالية طوال العام، هذا الامر ساهم بشكل كبير قوي ان المستثمر كان دايما بيبص بعين من الحذر للاقتصاد المصري. بدأنا نلاحظ 3 ظواهر واضحة المعالم من بداية السنة. اولا بدأت في الربع الاولاني وبداية الربع الثاني ما يطلق عليه اسم الانسحاب العظيم للمستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية. وفقا لبيانات البنك المركزي حتى 30 نوفمبر اللي فات كان ما تم سحبه هو 8.2 مليار دولار تم سحبهم من أذون الخزانة المصرية وتحويلهم من متعاملين أجانب. بعد ذلك كانت عمليات البيع اللي بدأنا نلاحظها داخل سوق المال المصري
وهي لم تكن رقما كبيرا بالنسبه للمتعامل الاجنبي، ولكن اجماليها وصل ل 4.3 مليار جنيه على مدار العام الماضي ككل، منهم حوالي 2.3 مليار في الاسهم و2 مليار في السندات. بدانا بعد ذلك مرحله التجميد الاستثماري. لم تتدفق الاستثمارات بالشكل اللي كان متوقع. كان هناك توقعات ما بعد الثوره مباشره بفكره ان البورصه المصريه والاقتصاد المصري عموما هيستقبل رؤوس اموال كبيره داخل الفتره ديت، لكن ما حدث بالفعل ان كان على مدار العام لم تتجاوز مستوى الاستثمارات الاجنبيه المباشره الجديده التي دخلت الاقتصاد مستوى المليار دولار، قياسا بحوالي 8.5 مليار دولار في العام السابق عليه 2010 وحوالي 11 مليار دولار في العام الاسبق 2009. الشكل ده خلق عندنا مشكلتين كبار. اولا ان ميزان المدفوعات بدأ يتحول لاول مره من فائض الى عجز بعد 5 سنوات عشنا فيهم من السعاده في فائض ميزان المدفوعات. بدأت يواجه البنك المركزي مرحله ما يطلق عليه تآكل احتياطي النقد الاجنبي. هذا التآكل كان نتيجه ان في مطالبات يجب ان تسدد بشكل كامل، كان هناك سلع تموينيه يجب ان تستورد، سلع بتروليه يجب ان تسدد، اتفاقيات نادي باريس كانت يجب ان تسدد في مواعيدها وبقروضها، السندات المصريه اللي كانت مطروحه في اسواق عالميه كان يجب ان تسدد في مواعيدها. مصر حاولت طوال عام 2011 انها توجه رساله واضحه المعالم الى المجتمع الدولي انها دوله منتظمه في سداد التزاماتها الدوليه، وانها لن تتراجع ولن تتوانى عن التقاعس عن سداد هذه الالتزامات، ودي كانت واحده من النقاط الايجابيه، ولكنها ايضا توازت مع تراجع حجم احتياط النقد الاجنبي من 36 مليار دولار في بدايه السنه الى 18 مليار دولار فقط في نهايه هذا العام. في نفس الوقت جاءت المعضله الكبرى بعد الثوره، وهي فكره من اين نبدا النمو من جديد. كانت هذه الفتره بدات فيها المطالبات الفئويه، وقد نتفق او نختلف على مع هذه المطالبات، ولكن في النهايه هذه المطالبات تسببت في ايقاف كبير لعجله الانتاج، وزادت من حاله الانفلات الامني. هذا الامر تسبب في انكماش اقتصادي كنا بنعاني منه بشكل كبير. الامر ده توازى مع فكره ان البعض وهو لا يرى بصوره واضحه الوضع الاقتصادي والوضع السياسي داخل الدوله، بدأ يقوم بدور مما يطلق عليه تجميد الاستثمارات. بدأت شركات تخفض بشكل كبير من انفاقها الاستثماري، بدأت شركات أخرى تحاول أنها تقلل من عدد العمالة، بدأ بعض الشركات الأخرى تخفض من حجم إنتاجها. هذا الشكل ساهم بشكل كبير جدا في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، ثم عدنا قليلا للنمو في الربع الأخير من العام، ولكن نمو بسيط، نتحدث عن 1.1% معدل النمو، ثم تحولنا بعد ذلك إلى مرحلة البحث عن فرص عمل. هذا ما أتى به حكومة الدكتور الجنزوري، ملف جديد للبحث عن فرص عمل وكيف نوفر فرص عمل للشباب. أستاذ محمود عطلة، ما هو من ناحية المبادئ قبل أن ندخل في الأرقام الارتباط الشرطي ما بين حالة الاستقرار السياسي والوضع الأمني في مصر والحركة الاقتصادية أو الانتعاش أو الإضرار للاقتصاد المصري؟ الحقيقة هو مش ارتباط، هو تقريبا هما الاثنين بيمثلوا شيء واحد. انا لو قلت لحضرتك هتروح تحط فلوسك في البنك الفلاني هتقولي البنك ده قد ايه مستقر، ولو قلت لك هتحطه في نشاط فلاني تقول لي النشاط ده قد ايه استقراره وقد ايه البوتنشال اللي فيه. نفس الوضع بالنسبة للبلد، لن يكون هناك استثمار أجنبي أو محلي غير في أوضاع مستقرة وتوقعات لاستمرار هذا الاستقرار. طيب، من التجربة ومن المتابعة، وعندنا حالة عام كامل منذ أحداث 25 يناير وثورة 25 يناير حتى تاريخه، في تلك الظروف حدثت مصادمات، حدثت احتجاجات فئوية، حدثت مشاكل تهدد الاستقرار. السؤال: كم كانت كلفة هذه الأوضاع على الاقتصاد المصري؟ هو الحقيقة التكلفة كبيرة قوي، بس محدش حس بيها لسببين. أولا السبب الأولاني إن ده حصل في نص السنة المالية بالظبط في يناير، والسنة المالية من يونيو ليونيو. فاللي حدث خلال النص الأولاني من عام الثورة كان إلى حد ما مخفف بالتأثير الإيجابي اللي كان موجود في نص العام من الموازنة اللي قبله. النقطة الثانية إن كان قرار يعني اللي مسؤولين عن البلد في هذا الوقت هو التضحية
بحاجات كتيرة قوي في سبيل ان ما يحصلش تدهور في المستوى الاقتصادي للوطن والمواطنين، ومن ضمنها الارقام الواضحة جدا لانخفاض حجم الاحتياطي. الاحتياطي دلوقتي الرقم كام؟ يعني هو يوم 25 يناير كان 36 مليار دولار. هو الحقيقة الرقم كان أكتر من كده، لأن في البنك المركزي كان بيتبع سياسة الحيطة تماما، وكان هناك جانب أنا بقدره وغيري بيقدره بحوالي 8 مليار دولار. امتى ليه ما ظهروش؟ لأنهم كانوا موجودين في النظام المصرفي المصري وليس احتياطيات معلنة في الخارج. فلو اضفنا لل 36 مليار المعلنين 8 مليار، احنا بنتكلم في 44 مليار. النهارده الحجم المعلن هو 18 مليار دولار، يعني معنى كده ان احنا كنا بنصرف كل شهر من اول يوم في الثوره من 2 ل 3 مليار دولار من الاحتياطي. فهذه هي فاتوره التكلفه. حسب المشاهده، ايه اكتر الفترات اللي حصل فيها خسائر مباشرة أو غير مباشرة خلال العام الماضي؟ يعني إذا حبينا نربط الحدث الأمني أو حالة الاضطراب بتأثيراته على الوضع المالي. أبسط حاجة تبص عليها في الحالة دي هي البورصة المصرية، لأن البورصة المصرية هي حقيقة هي مرآة لما يحدث ولما هو متوقع أن يحدث. ويمكن حاجة تفاجأ لو عرفت أن قبل ثورة يناير البورصة المصرية فقدت 11% من قيمتها في الفترة من 1 يناير وحتى يوم 26 يناير، بتأثير ما حدث في كنيسة القديسين وبحالة الاستقرار، عدم الاستقرار الأمني اللي كانت متزايدة في هذه الفترة. استكمالا لل 11 يعني ده كان سابق على الثورة، كان من إرهاصات الثورة زي ما بنقول. ثم تلا ذلك انخفاض، ان البورصة المصرية فقدت خلال العام الماضي 50% من قيمتها. اما بقول 50% من قيمتها، في بعض الناس اللي بيهونوا من هذا الوضع ويقولوا البورصة دي الحقيقة هذا التهوين خطأ تماما. البورصة هي أحد الأسباب الهامة لنجاح أو فشل اقتصاد أي بلد، فالتهوين منها غلط. احنا بنتكلم على أن الشعب المصري فقد نص ثروته. في ملف تاني مهم جدا، من حضرتك أيضا لك علاقة بالأعمال وإدارة الأعمال والبزنس، هو مدى تأثير الاستقرار أو عدم الاستقرار، نقل السلطة إلى سلطة مدنية أو عدم نقلها، على الأوضاع الاقتصادية واجتذاب الاستثمارات الغير مباشرة لمصر وحركة البورصة وانتعاش الحياة المالية والاقتصادية في البلاد. هذا العنصر محدش بيتكلم عنه، يا ريت تقدر تشرح لنا أهمية هذا الموضوع. الاستقرار ده، يعني زمان كنا بنتكلم على موضوع الاقتصاد كان دايما يقول لك ايه، الاعفاءات الجمركيه، الاعفاءات من الضريبه، كل ده ما يهمش المستثمر الاجنبي. كل اللي يهم المستثمر الاجنبي في فتره الاستثمار اللي هو يعرف بدايه الاستثمار ونهايته هيبقى شكلها ايه. عايز استقرار بغض النظر عن هذا الاستقرار، يعني هيدخل ازاي وهيخرج ازاي. يريد ان يدخل بامان ويخرج بامان وبنفس درجه السرعه. يعني زمان كنا دايما بنتكلم يقول لك ايه، هتاخد 3 ايام عشان تاسس الشركه. طيب متشكرين، طب اخرج في قد ايه؟ انا ما يهمنيش ان انا اخش في قد ايه، يهمني كمان اخرج في قد ايه. لو انا عشان اخرج هتقعد تعذبني ومش هقدر احول ارباحي وترجع تقول لي انت مستثمر مش جد، او ليك 100,000 دولار بس، ليك 100,000 دولار ده عشان يحافظ على او اذا باعوا شركه يرجعوا فيها. بالظبط كده، بالظبط. كل ده ملف. لا بس موضوع بيع الشركات وبيع القطاع الخاص ده ملف لازم ينتهي وينتهي بحسم. ان مش ازاي يعني؟ لا، لازم القصه دي تنتهي. احنا بعنا شركات وانتهى هذا الموضوع. يعني هدي لك مثلا زي عمر افندي، انا متاكد ان الراجل اللي اشترى عمر افندي بيتمنى ان هم يسحبوا منه هذه الشركه. ده هيرجع عليهم بالتعويض، هيرجع الحكومه المصريه ياخد تعويض، وبياخدوا منه شركه هو ما عرفش يديرها، فهياخد فلوسه وياخد تعويض على ما فاته من كسب او عن الاضرار الماديه والمعنويه اللي حصلت له. فلازم الكلام ده يتعمل. بنك اسكندريه مثل بنك بيع منذ سنوات وبيشتغل تحت اداره اجنبيه، ثم هناك القضاء ينظر هذا الموضوع. برضه مشكله جديه جدا، لانه حتى لو القضاء فصل في هذا الموضوع هيرجع الحكومه المصريه بالتعويض تاني على الضرر اللي حصل له، لانه هو اشترى صح، ما اشتراش غلط. يعني لازم عشان تقدر تلغي عمليه زي كده تثبت انه حصل غش، لازم تثبت انه هو حصل غش. انما هنرجع نقول ده مش في مصلحه الاقتصاد القومي المصري، هذا كلام هيضر كتير جدا. مش هيضر بس في الشركات اللي هو بيرجعوا ياخدوها تاني، لا هيضر في
المستقبل الاستثمار في مصر، لانك قد تدي اشاره الى المستثمر الاجنبي انك انت لو دخلت مصر ممكن يتم رجوع في القرار او في القانون، او يتم التاميم تاني، فمحدش هيجي لك. طيب. واحنا ما نقدرش نشتغل من غير استثمارات اجنبيه. نيجي لسؤال مهم، حضرتك ايضا في جزء من حياتك الان رجل اعمال، كيف ترى اهميه الاحداث التي حدثت في مصر في العام الماضي اثرها على اداء الاقتصاد المصري، وكيف ترى الجزء الثاني من السؤال في حاله انتقال السلطه لسلطه مدنيه كيف سيكون اثر ذلك على انعاش الاقتصاد؟ يعني الخسائر كيف تتغلب عليه. نيجي للجزء الاولاني، الخسائر ناتجه من جزء انا قلته في اثناء حديثي، عدم التواصل بين السلطه التنفيذيه والتشريعيه مع الثوار خلال الفتره من 11 فبراير حتى الان. بالتالي عشان تصل الصوره الى الثائرين بان انا هعمل لكم طلباتكم كذا وكذا وكذا، انا الطلبات دي اديني بنفذها حاليا، الطلبات الاخرى ان هي ما يعني هتؤجل او مش هتؤجل، بتاخد وقتها الطبيعي علشان احققها. وهاخد مطلب من المطالب واوريه لسيادتك وهو الاتي: كلمه ان احنا ارفع الرواتب. وانا بحمل في هذه الحاله برضو احد الساده المسؤولين اللي كان في اول وزاره شكلت في وقت عصام شرف، ساعه ما كان اول بيان لي ان انا هرفع رواتب الحكومه بنسبه 15%. ده اعلنت ولم يقل من اين، ثم تورط فيها وما عرفش يجيب منين. خلى باقي الجماهير او جماهير المواطنين اللي بيعملون في اماكن اخرى بيطالبوا بنفس العمليه. اشمعنى هنا؟ ما احنا عايزين هنا. وقعنا في مخاطر وصلت بينا ان كل المصالح تقريبا وكل المناطق تقريبا بدات تعمل اضرابات، بدات تعمل اعتصامات عشان عاوزه ترفع الحد الادنى للاجور، او عايزه كانت تاخد حتى الاول 5% ثم توصلنا للحد الادنى لعمليه الاجور، دون ان ندرك ان هذه الحاجات بتحتاج الى اموال طائله وميزانيه الدوله لا تتحمل هذه الاموال. ده شيء. ولكن الشيء الاخر، ودائما ده اللي بقول عليه، ان هو قرارات المصطبه اللي احنا بناخدها بدون تخطيط. انا لما اجي اقول حد ادنى للاجور مثلا زي ما بيتقال 750 جنيه، هل هذا هيقابله ان انا استطيع ان اتعايش بهذا المبلغ مع مطالب المعيشه اللي موجوده في البلد؟ ابدا لا. العمليه محتاجه تخطيط. لابد ان تتناسب الاجور. الاجور دي معموله ليه؟ عشان اشتري، عشان الراجل يقدر يشتري لحاجات مطالب حياته. بالتالي هناك بائع وهناك مبيعات انا بشتريها. لو لم تكن هذه البائع وهذه المبيعات تتناسب مع الحد الادنى للاجور، اذا ما عملتش حاجه. يبقى لابد في التخطيط بتبص انا عايز ارفع الحد الادنى، طب كيف اثبت الاسعار او كيف اخفض الاسعار؟ زيادة انتاج، كيف ازيد الانتاج ومن اين اتجاه؟ هل اتجاه زراعي ولا اتجاه صناعي؟ تمشي كله مع بعض كتخطيط كدراسه اقدر اوصل الى حل. ولكن كل الامور بتاعتنا بقت متروكه للشارع، متروكه لناس ما هياش قادره تتخيل مدى الضرر اللي بيقع على الاقتصاد المصري من عمليه المليونيات وعمليه التحرير. لهم مطالب ولهم مطالب عادله تماما، ولكن كيف يتم تحقيق هذه المطالب؟ ليس بتدمير الاقتصاد، ولكن بمطالب ناس تقولها، ناس نخطط بالنسبه لها، ونعاون الدوله ونعاون الحكومه في الوصول الى المستوى الذي يحدد ويجيب لنا العمليه بتاعه الاجور او الاقتصاد يرتفع. فكره انه يحكمك مؤسسه عسكريه او ينتقل الحكم لحكم منتخب مدني لها تأثيرات في القرار المالي، مش بالضرورة على مصر بس كمبدأ عام. كمبدأ عام طبعا على مستوى العالم خلاص ما فيش حاجة اسمها انه يعني الجيش يحكم او مجلس عسكري يحكم او الى اخره. يعني لابد يكون الوضع الطبيعي اللي موجود في الدنيا كلها، رئيس مدني ومنتخب بإرادة الشعب. أهم شوية مع من النقطة دي هو المؤسسات الدولة.
يعني انا ممكن انتخب احسن رئيس مدني في الدنيا وراجل ذو فكر وشخصيه و الى اخره، ولكن بدون المؤسسات الدوله القويه اللي هتكون موجوده حواليه، سواء مؤسسات تشريعيه، رقابيه، تنفيذيه، وكمان بتعتمد بقى المعايير اللي هو العالم كله يطمئن إليها في انه يضع فلوسه في ظلها، يعني اللي هو الشفافية، الحوكمة، سيادة القانون، حماية الاستثمارات، القوانين المستقرة، كل ده أكيد، ده مانيوال، ده كده كتالوج يعني. هو ده اللي بيأثر في الريتنج بتاعك. عشان كده الناس بتاخد كل المواضيع دي وتطلع في صورة ريتنج. الريتنج بيعكس تصنيف، يعني التصنيف بيعكس بالظبط حالتك السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، طبعا اللي هو بيكون نوع من المؤشر اللي بيقول للمستثمر حجم المخاطرة أو حجم الاستقرار في هذا النظام وهذا الاقتصاد إيه، تستثمر ولا ما تستثمرش، وإذا استثمرت تكون واخد بالك. بالظبط. طيب نيجي لملف مهم جدا، عارف ان حضرتك مهتم بيه، وهو ملف الفقر في مصر والمهمشين والمحتاجين والذين يعانون من عوز. ويمكن حضرتك بتشوف انه بدلا من رفع الشعارات الكبيرة يمكن النزول اليهم ومعرفة احتياجاتهم يعني امر مهم جدا. كيف ترى التعامل مع هذا الملف؟ يعني بينما مصر تتحدث عن جذب استثمارات وتتحدث عن تطور اقتصادي، كيف ايضا ان احنا قبل ما ان احنا نسأل على الفلوس نسأل كيف نتعامل مع تقريبا نصف المجتمع الذي يعيش تحت خط الفقر؟ انا بعتبر ان العدو الحقيقي لمصر هو الفقر، وبقول ان وده ما تقدرش تحبه. ده عمري ما احبه، ده انا لازم احاربه واواجهه. لكن انا على فكره كنت مره كده تاملت وقلت ايه؟ قلت العدوان الرباعي على مصر. على فكره الكلام ده مش اليومين دول، ده من وقت النظام السابق. يعني العدوان الرباعي على مصر: فقر، مرض، جهل، فوضى. الاربعه الاعداء دول اللي لغايه دلوقتي واللي الثوره قامت من اجلهم لغايه دلوقتي مفيش حد بيتكلم عنهم، مفيش حد بيتعرض لهم. النهارده الحكومه المصريه وادائها مع المجلس العسكري مع كل السلطه، يعني انا بسميهم السلطه، بيتعاملوا مع الثوره ان هي ميدان التحرير. يعني ايه ميدان التحرير؟ اللي هي الشارع المؤدي الى ميدان التحرير. بيتعاملوا في المواقف بتاعه الثوره كلها والشهداء مع شارع ماسبيرو، شارع محمد محمود، شارع مجلس الوزراء. بيتعاملوا مع الشارع نفسه، وهو فاكر ان هو هيرضي الثوره لما يتكلم على ايه؟ ان هو يدي لاهالي الشهداء مبلغ كذا، او ان هو يكرم الشهداء ويطلعهم في ويعمل عنهم فيلم او برنامج. الكلام ده كله ده كلام بنفس الفكر القديم زي ما احنا ماشيين. يا اخوانا احنا عندنا اعداء حقيقيين، تعالوا نتعامل معاهم. اللي الشهداء ماتوا من اجلهم، الدم ده اتسفك ليه؟ ده اتسفك من اجل عيش، حريه، عداله اجتماعيه، كرامه. فين الكلام ده؟ خلينا نشتغل على هذه القضيه، قضايا وكلها طب اللي حضرتك متشابكه. بتشوفه بالنسبه لحجم الفقر وحاله العوز في مصر، تجربتك ايه يا فندم؟ حضرتك الارقام السليمه عندنا النهارده بيقولوا ان 41 مليون تحت خط الفقر. تمام؟ 46% من الشعب امي، يعني عندنا 25% اميه حقيقيه، 21% اللي هو التسرب من التعليم. طب انا النهارده بالحجم ده، وحضرتك انت عايز تقول ان نامن الوضع السياسي، الفكر كده ماشي، نامن الوضع السياسي الاول ونبتدي نتلقى بقى ايه، نتعامل مع هذه القضايا. لا، لازم حضرتك النهارده الكل يعمل من اجل قضيه الفقر، قضيه المرض، الجهل، الفوضى. انا شخصيا بالنسبه للفقر احب ان احنا نتعامل اولا مع البسطاء. كنت قبل الحلقه يمكن كلمت حضرتك على حاجه اسمها هرم موسلو. ايوه فندم، يا ريت تشرحه. يعني هرم موسلو ده حاجه عالميه جدا، بتقول ان احتياج، يعني الانسان مهتم بايه في حياته، وطبقا لاهتمام الانسان هو انا بأريد ان كل السلطه تهتم بنفس هرم موسلو، تتعامل مع المواطن المصري من خلال هرم موسلو. القاعده الرئيسيه هي البيزك نيدز، الاحتياجات الاساسيه للمواطن:
من اكل، من شرب، من ملبس، من مسكن. دي الاحتياجات الرئيسيه، دي قاعده الهرم. اللي بعديها على طول الامن، لازم تامني. اللي بعديها على طول العمل، لازم ان انا اشتغل. اللي بعديها على طول فيما يتعلق بالانجازات، تحقيق الذات، كل ده اللي هي الدرجه الرابعه في هرم ماسلو. الدرجه الاخيره وهي الابداع. فانا النهارده فدي قضايا ممكن تشوف ان هي اهم من الدستور اولا او تاليا رغم اهميتها، لكن دي مش اجنده الشارع الرئيسيه، دي الاساس. النهارده تخيل حضرتك نص الشعب المصري تحت خط الفقر. عندنا ناس بتعاني من مشكله الميه، من مشكله الكهرباء، من كل المشاكل دي كلها. انا عندي واحد يا فندم مره بيتكلم معايا، واحد عنده فشل كلوي. الراجل اللي مصاب بالفشل الكلوي كان شغال فلاح ودخله 300 جنيه، عنده 4 عيال ومراته وامه وعايشين في البيت، يعني 7 عايشين في بيت واحد. لما كان دخله 300 جنيه كان راجل فقير ويعني محتاج للعوز. الراجل ده الكنيسه كانت بتساعده ب50 جنيه، وعلى اساس على حجم الكنيسه في هذه المنطقه. وجي قال لنا انا مش قادر اعيش، لان لما جالي فشل كلوي مش قادر لا اشتغل ولا يدخل لي دخل. طب وبعدين؟ نتج عن كده ان هو بيتعالج على نفقه الدوله في احد المستشفيات اللي بتبعد عنه ب20 كيلو. علشان يوصل للمستشفى دي رايح ويرجع تاني محتاج 20 جنيه، 10 جنيه رايح و10 جنيه جاي. حسبتها له على مدار الشهر محتاج 240 جنيه. ده بخلاف احتياجات اولاده، اكله، شربه، مسكنه، يعني علاجه، الكلام ده كله. وتيجي النهارده تيجي تقول لي احنا ممكن نتكلم في دستور، ممكن نتكلم النهارده في الانتخابات مجلس الشورى، المليار جنيه اللي رايح اللي ملوش لازمه ده، تمام؟ ولا الكلام ده كله اللي بيحدث؟ لا يا فندم، احنا في فجوه عظيمه جدا ما بين السلطه والشعب. السلطه بتفكر بحاجه والشعب في مشكله اخرى تماما. انا قعدت كده افكر في فكره، قلت طيب نقدر ازاي نشغل الناس؟ نقدر ازاي نعالج او نساهم في علاج مشكله الفقر؟ عندنا المساحات الصحراويه اللي موجوده، وانا مش مبدع، انا مش بقول فكره جديده، فكره طرحت كثيرا ولكن لم تستخدم. يعني ايه ما يجرى النهارده؟ كم الخريجين اللي طالع من الكليات، وكم العاطلين اللي موجود في الدوله، وكم الاشخاص اللي بيتمنوا ان هم يملكوا، يكونوا اصحاب ملك. تعالى النهارده ملكني 2 فدان 3 فدان وابني لي عليها بيت صغير ودخل لي فيها ميه ودخل لي فيها كهرباء، وملكني المكان ده، خليني ادفع 5000 جنيه مقدم، تمام، وقسط لك الباقي. وانا اعتقد ان القصه دي مش هتكلف 50,000 جنيه، تمام، وقسط لك الباقي على مثلا 10 سنين ولا حاجه. وهات لي شركه زراعيه تساعدني في ان انا ازرع مثلا محصول القمح اللي احنا 75% ولا 70% من الدعم الغذائي رايح عليه. انا هنا هبقى ملكت المواطنين ارض صحراويه، عمرت الصحراء، زرعت مثلا الاحتياجات الغذائيه الحقيقيه، حليت لي مشكله السكن لان انا عايز اسكن وعايز اتجوز وعايز يكون ليا بيت، تمام، وشغلتني. طب في مشروع بسيط زي كده، ده انا فكرت قلت طب ليه المعونه الامريكيه مثلا، ولا المعونات اللي بتيجي لمصر، ولا ميزانيه قناه السويس؟ يعني انا طبعا في حاجات كتير جدا في ميزانيه الدوله كلها ليها احتياجات. مشروع زي كده يحقق لي، يعالج لي 5 مشاكل رئيسيه قايمه عليها الثوره وكل الناس بتعاني منها، وكمان هبقى صاحب ملك وهعمر لك الدنيا، وهطلع من ال6% اللي المصريين كلهم عايشين على 6% فقط. ده انا لما جيت احسبها لقيت ان احنا ممكن نعمر 2 مليون فدان في خلال مثلا حوالي 2 سنين. ايه اللي ممكن لا قدر الله يفجر الموقف فلا يكون فيه ولا تسليم ولا تسلم ولا انتقال سلطه؟ يا رب سلم. شوف حضرتك، هو موقف زي اللي حدث في بورسعيد بقراءة هادئة بغض النظر عن الانفعالات والتشنجات، موقف زي ده لو لم يسلم الله سبحانه وتعالى كفيل بتفجير الوضع أكثر مما هو عليه 1000 مرة. بمعنى ان احنا حتى كنا بنقول للناس لنفرض ان الآن سلمت السلطة لرئيس المنتخب أو لمجلس الشعب، ثم اندلع حريق آخر في البلاد لا قدر الله، بغض النظر عن بورسعيد، قطار احترق، هجوم على مديرية أمن مرة تانية، وأسفر عن وقوع العشرات. هيبقى إيه البديل؟ هيبقى إيه الحل؟ ما برضو الناس هتثور تاني
وهيبقى في نفس الحالة الفوضوية الهمجية أمام وزارة الداخلية تاني وأمام وزارة الدفاع تاني، ونظل في هذه الحلقات اللي المرة دي مش هتبقى مفرغة بقى، هتقود في النهاية إلى اندلاع نسأل الله العفو والعافية، بس ده تسلسل منطقي إلى اندلاع حرب أهلية. دي تسلسلات بغض النظر عن ان احنا بندعي ربنا جل وعلا ان هو يستر، لكن دي تسلسلات ان في النهايه يا اما حرب اهليه يا اما نزول الجيش بقى الى الشارع وانهائه للعبه باسرها وتطبيقه للاحكام العرفيه، هيبقى في صدام اكبر واكبر. فالشيء اللي من شانه ان يفجر الاوضاع اولا حاله الاحتقان غير المبرره اللي في الشارع، اللي هي دايما محتاجه اول شك الدبوس لو جاز التعبير عشان تنفجر. بعض مش عايز اسمي قيادات او زعامات، لكن بعض القيادات او الزعامات اللي في الشارع بتستمد قوتها وتاثيرها من الفوضى. الفوضى هي ماده حياتها. الجلوس على طاوله المفاوضات بره قاموسها، الكلام بنبره هادئه يفضحها. فمن مصلحتها دائما ان تستعر نار الفوضى دايما، عشان دي ماده حياته. فاللي يفجر الوضع ويجعل تسليم السلطة في خبر كان هو أن يحدث نوع من تسلسل حرائق في البلد بشكل متسارع وعالي جدا، تتسارع وترته، فلا يجد الجيش مناصا ولا يجد بقى أغلبية الناس المطحونة المسحوقة مناصا من هو يقول أنه ضج تماما بالثورة وضج تماما بالتجربة الديمقراطية ولا يحتاج إلا الأمن. هاجس الأمن هو الذي من شأنه أن يلغي تماما مسألة التسليم. يصل هذا الهاجس طبعا ده على وفق قاعدة ماسلو الشهيرة، هيصل الهاجس ده لأعلى درجاته لو الناس افتقدت الأمن في بيتها. ساعتها مش هيفرق معاها إخوان ولا سلفيين ولا اشتراكيين، هيبقى همه فقط الحصول على الأمن. وساعتها الجهة الوحيدة اللي هيبقى منوط بها تحقيق الأمن هو القوات المسلحة بيد من حديد. أنا عندي تخوف فعلا، لأن دلوقتي العملية في مصر أو في العالم كله يعني، وهرجع برضو إلى هيلاري كلينتون في 2009 إنها ما كانتش تعرف معنى كلمة التيوب ولا معنى كلمة يوتيوب وما كانتش تعرفها وما كانتش تعرف تكتبها، لكن لما عرفتها وعرفت تأثيرها ابتدت تكتبها بسلاسة وابتدت تستخدمها ضد العالم او في المناطق اللي هي عايزاها، وضمن ضمن الحاجات اللي بنقول عليها وابتديتها في ايران. ابتديتها في ايران في 2009. اذا العمليه التي اصبحت عمليه الفيسبوك والحاجات التكنولوجيه الحديثه اصبح بتعمل تواصل، بس تواصل دون توضيح. واحد يكتب على الفيسبوك بكره نطلع نضرب كذا عشان كذا، تانيين اللي هم بيقروا الفيسبوك والحاجات دي مش واخدين بالهم. طب ليه؟ ما بيسألش ليه وعشان ايه؟ معاك 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 يجمع آلاف على طول ويروح ينفذ اللي هو عايزه. لا اللي قال انا عايز اعمل كذا بيوضح اموره، ولا اللي بيستقبل هذه الرسالة بيسأل عن الاسباب. بس هو يعني عفوا ست اللواء، يعني شباب الفيسبوك هم اكثر حنكة من كده بلا شك، لان هو بيتناقشوا، يعني هم ما بياخدوش قرار لمجرد ان هناك من دعا، ولكن بياخدوا بيده. انا ما بتكلمش على ده، انا قلت آلاف مش كل الشباب. طيب. ده اللي بيطلع، وعشان كده بنجد المجموعات. طب خايف التفكير من هذه المجموعة، خايف من عناصر تانية تفجر الموقف؟ انا اللي خايف منه، وعشان كده بقول يا شباب الثورة تجمعوا وادرسوا الموقف تماما، سواء كانت الحركات اللي بتطلع حركات 6 ابريل، الائتلافات الكثيره اللي موجوده، ائتلافات الثوره 25 يناير، ائتلافات الثوره، الحقوقيين اللي موجودين. ادرسوا الموقف تماما، ارجعوا الى التعديلات الدستوريه عشان تتخيلوا المنظر ازاي، لان دي اراده شعب وانتم بتطالبوا باراده الشعب ورفعتم يافتات الشعب يريد. إذا نخلينا مع الشعب يريد وندرس الموقف ونشوف هل من الصالح العام لمصر، الصالح العام لمصر، مش لا ليا ولا ليك ولا لده ولا لده ولا حتى لحركتك ولا لائتلافك، الصالح العام لمصر أن أهدأ وأسيب الأمور تمشي لغاية لما مصر ترتفع
ومصر تكمل خطواتها في تأسيس النظام الجديد للدولة، ثم أبدأ المحاسبة. والمحاسبة لم تكون بس في الشارع فقط، لا، المحاسبة تكون عن طريق مجلس الشعب أيضا، وأحاسب أعضاء مجلس الشعب على ما يفعلوه. بالتالي تمشي النظام صح في مصر، ولا أنقاد وراء يعني ناس بتنادي بحاجات غير منطقية وغير سليمة. وعايز أقول الآتي يا جماعة، الأديان كلها ما تعملش في شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين. جميع الرسل وهم منزلين من عند ربنا، من عند الله، قعدوا سنين طويلة بيمهدوا بينشئوا هذا الدين. فكيف ان احنا، طبعا عذرا على هذا التشبيه، يعني تشبيه مع الفارق يعني، مع الفارق، ان احنا عايزين في خلال سنة، خلال سنة ونص، ان احنا بنبني دولة سهل الهدم ولكن صعب التشييد والبناء. نيجي للاحتمال الأسوأ، لا قدر الله، لا قدر ربنا ما يخلينا نشوفه، لكن علمتنا التجارب انه دائما نكون لدينا القدرة على التعامل مع كافة الاحتمالات، وهو ان يحدث تفجير للموقف نتيجة انفلاتات امنية ومصادمات دموية لا قدر الله، تحدث حالة من الفوضى، ففكرة تسليم السلطة او التسلم في حد ذاتها لا تحدث. ده ممكن يعمل فينا ايه؟ دمار اقتصادي ملهاش حل تاني. هقول لحضرتك النماذج العالمية حتى اتعملت في هذا الأمر، ومع الأسف اقتصاديات قعدت عقود حتى تستعيد من جديد النشاط بالنسبة ليها. أولا الاستثمارات الأجنبية تتوقف تقريبا، الاستثمارات المحلية سوف تجمد، وسوف نشهد موجة من إيقاف عمل المصانع. لن تستطيع الدولة أنها توفي بالتزاماتها المحلية لأن الدولة تقريبا شبه متوقفة. احتياط النقد الأجنبي سوف يتآكل، سوف نرى كما نرى في سوريا الآن سوقا سوداء جديدا للعملات الأجنبية. سوف نشاهد في نفس التوقيت ما يطلق عليه اسم التحول الجديد في الفكر الاقتصادي. سوف نحاول من جديد أن نخلق ما يطلق عليه مخزونات تموينية واسعة النطاق، وأن الدولة هي اللي تحاول توفرها. لكن في هذا الوقت هل الدولة سوف تكون موجودة؟ هل سوف تكون أجهزتها تعمل بنفس الكفاءة؟ هل سوف تكون أجهزتها قادرة على ذلك؟ فسوف نخلق من جديد ما يطلق عليه فوضى في البناء الاقتصادي. الصناعات، نظرا لأن الأمن سوف يكون تقريبا غير موجود في وسط السيناريو اللي تتحدث عنه، وسوف يكون هناك انفلات أمني بهذا الشكل، لن تستطيع أن تكون هناك انتظام في عمليات انتقال المواد ما بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. هتشهد اختناقات في هذا الأمر، وهتبدأ يكون هناك شكل من أشكال الفوضى في عمليات الاستقرار بالنسبة للقطاع المصرفي وسوق المال في مصر. هذا السيناريو الجميع يخاف منه، والجميع يحاول قدر استطاعته كل في مكانه ألا يصل إليه، لأن هذا الأمر أولا لن فقط يعدنا إلى ذكرى 25 يناير 2011، ولكنه سوف يعدنا إلى ما قبل ذلك بمئات السنوات، وهو سيناريو مصر لم تعتد عليه. مصر عادة هي دولة مستقرة، وهي دولة دائما ما يوجد فيها الهدوء والاستقرار، ولكن المشكلة أن إذا وصلنا إلى هذا السيناريو بأي سبب ما من الأسباب لن نستطيع أن نعيد البناء من جديد، لأن ساعتها معول الهدم سوف يكون هو الأعلى والأقوى، ولن نستطيع ساعتها أن نوقفه. الأمر سيتوقف تماما. أنت الآن في حاجة إلى استعادة ثقة، إلى إعادة بناء جسور علاقة مع المستثمرين، إلى تطوير في المنظومة الاقتصادية، إلى وضع لبنة جديدة لإعادة توزيع الدخول والثروات، إلى وضع منظومة لمصر تستطيع من خلالها أن تستعيد دورها الاقتصادي كما تبحث عن استعادة دورها السياسي. هذه الأمور لن تتوافق أبدا مع السيناريو الثالث الذي نأمل جميعا ألا نلمسه أو حتى نصل إليه. إذا حكمت جماعة الإخوان المسلمين أو التيار الإسلامي السياسي وأداروا الملف الاقتصادي، كيف تتصور؟ أكيد يعني ده موضوع بيشغلك وأنت بتتابع كل الأمور. كيف تتوقع أنهم هيديروا الأمور، وكيف سيكون الانطباع لدى الهيئات الدولية والصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، دول الخليج العربية، الولايات المتحدة؟ شوف، احنا بنتكلم على اسلام سياسي. نعم. فمعنى ذلك اننا نتحدث في جانب عن رؤيتنا لمحاولات اجتهاد في تطبيق قواعد ما يسمى قواعد الشريعة في نطاق الاقتصاد.
ده جانب من لا اذا ما طبقش الشريعه. لا انا بقول لك ده اللي ده جانب من الجوانب. الجانب الاخر اللي هو ممارسات الذين يطبقون في الواقع العملي بالظبط. بعيدا عن الشريعه، تقترب على الشريعه، تتصادم مع الشريعه ايا كان. بس انا بقول لك ايه، هناك مستويين للتحليل. المستوى الاول من التحليل اللي هو محاولة السعي ما أمكن، هو لابد أن يتم محاولة السعي لتطبيق المفاهيم الشرعية. أنا بتكلم على الاقتصاد والمال، أنا مش هكلمك على الجانب الجنائي ولا بتاع، إحنا بنتكلم دلوقتي في الاقتصاد والمال، وده مهم بالمناسبة. إذا ارتبط الأمر بالاقتصاد والمال فأنا أعتقد أنه قد يفيد مصر إذا تم بتدرج، وإذا تم بانتقائية، وإذا تم بمفهوم عدم إجبار. شوف، الصيرفة الإسلامية واقع عالمي، وآخر أرقام بتقول إن حجم نشاطها في السوق العالمي 1.3 تريليون دولار. وأنت تعرف زي بالظبط وأكتر مني وأنت بتروح الخليج كتير، ازاي نشاط الصيرفه الاسلاميه انما مش في الخليج بس، ولو رحنا ماليزيا ورحنا سنغافوره. انا الاكثر من ذلك، انا لسه قاري من يومين 3 رقم على الصكوك الاسلاميه. ما برضه عشان يجب ان نفرق بين الصيرفه وبين الصكوك، لان الولايات الالمانيه تصدر صكوكا اسلاميه والدول الاوروبيه وبتاع، ف يعني هي نظام، هو ما بتاخدوش على انه شريعه، هي بتاخده على انه نظام في التعامل، احد ادوات المال، احد ادوات المال. ما سميه كما شئت بعد كده انت كمسلم، لكن هو بالنهايه استخدمه كمصرفي عالمي كاحد ادوات المال زي ما انت بتقول. وصل 124 مليار دولار، يعني مبلغ ليس بالقليل. فانا بقول إذا أن الفترة القادمة مع أغلبية برلمانية كاسحة للتيارات الإسلامية لابد أن نشهد نموا متزايدا للصيرفة الإسلامية. وإحنا عندنا بنوك، عندنا بنك فيصل، ما معلش أنا بقولش الاسم، لكن عندنا تجربة فاشلة للمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية أدت إلى إعلان افلاس البنك واندماجه بعد كده في المصرف المتحد حاليا هو و3 بنوك اخرى. لدينا تجربه ناجحه وتجربه فاشله، وايضا نجاح التجربه لم يعني على الاطلاق. وبعدين معلش يعني برضو النظام الذي كان لا يحكمه احزاب اسلاميه السابق ما قيدش المواطنين في التعامل مع المصارف الاسلاميه، وسمح، وكان هناك سماح للبنوك المصريه كل بنوك القطاع العام وغيرها من البنوك الاستثماريه ان يبقى لها نوافذ للتعامل، فروع معاملات اسلاميه، فروع معاملات اسلاميه. يعني انا مش عاوز اعمل منها ولا نصر للي جايين، مش ابتداع. يعني اذا كان هو هيجي فيدي دفعه للامام لهذا الشكل ما يمنعش، لكن احنا في النهايه وفي البدايه الشكل التقليدي للبنوك ده مرتبط بنظام عالمي، وحتى المصارف الإسلامية تتعامل وفقا لقواعد النظام العالمي. فما نحاولش ان احنا نختزل الامر ان احنا بوضعنا الاقتصادي والمالي مش كمصر، كعالم عربي وعالم اسلامي قادرين ان نغير معالم النظام. لا يعني عندك حل بسيط، المملكة العربية السعودية تتعامل بالنظام التقليدي للبنوك. انا بقول لك عندك النظامين موجودين. فما يعني ايه، انا بقول انا برصد لك واقع هيتم على الارض انه مساحه. انا بقول ان هم اذا كانت الصكوك، انا بقى الصكوك الاسلاميه هي اللي تهمني كاداه ماليه. اذا كانت الولايات الالمانيه منذ سنوات وكثير من الجهات في اوروبا اتخذت الصكوك لانها بتجد من يقتنع بيها ويمولها ويشتريها، دي من ناحيه، يعني انت بتلبي حاجه مستهلك لتوظيف امواله، وبيقبل في هذا التوظيف الحصول على عائد ليس كبيرا، عائد بسيط. فانا بقول لك اذا كان بالذات بالنسبه لتمويل الموازنه، عجز الموازنه العامه للدوله، لان انت عارف ان عطاءات اذون الخزانه الاخيره بالجنيه المصري صادره من وزاره الماليه العائد عليها 16%. ده كلام صعب يعني بيحمل الدوله.
فانا بقول اذا نجحوا، واتمنى ان هم ينجحوا، يعني يكون لديهم من الخبره ومن المعرفه، ان هم يمولوا، يخلوا همهم الاول تمويل الخزانه العامه باعباء منخفضه من خلال صكوك للخزانه العامه سواء بالجنيه المصري او بالنقد الاجنبي، عشان مشاكل ميزان المدفوعات ومشاكل احتياطي النقد الاجنبي. يشوفوا لنا صيغه بعلاقاتهم الدوليه، مش هم لهم علاقات على المستوى الدولي وعلى المستوى العربي. ده جانب. الجانب الاخر اللي انا بقى متخوف ان هم يستمروا فيه زي الجنزوري وزي شفيق وزي بتاع، هم جزء من قيادتهم يغلب عليها طابع رجال الاعمال بالدرجه الاولى. فاذا كان دول هم نمط او يغلب على تفكيرهم نمط فكر رجال الاعمال العادي في مصر، فانا لا اتوقع خيرا، عشان فكرة العدالة الاجتماعية وتزاوج المال بالسلطة وانا مثلا لا، يعني شوف لما قالوا خيرت الشاطر يبقى رئيس وزراء على سبيل المثال، وبعدين رجعوا قالوا في الجرايد لا ده هو ما يقدرش لانه هو مفرج عنه صحيا وقانون مش عارف ايه. اذا تصورنا ان واحد رجل اعمال في حزب كبير والحزب بتاعه فاز، هذا لا يعطيه الحق بالمعايير العالميه الديمقراطيه المتقدمه. انا ما بكلم يعني مين يقول لي ان روتشيلد حتى لو كان هو في حزب ساركوزي وكان ممول للحمله اللي او غيره، انا بقى بدي مثال يعني، ممكن ان يختاروا الحزب رئيسا لجمهوريه فرنسا ويقدم به الانتخابات. اقصى ما استطاع الحزب الجمهوري الامريكي ان هو يقدمه من رجال الاعمال على الساحه السياسيه، مره روكفلر قدمه كنائب رئيس، مش ده الواقع، ما قدمش كبريزيدنت. كيف تقترب من الاقتصاد بشكل قريب او مختلف عن برامج الاقتصاديه الكبرى؟ طيب اوصفوا لي لو سمحت. اول حاجه انا عايز اطمن حضرتك ان حزب النور لن يحدث اي تغيير دراماتيكي داخل المجتمع المصري. دراماتيكي اطلع منها سهمين، مفاجئ ومفزع. لا مش هعمل كده ابدا. انا بفضل الله هعرض برنامجي بمنتهى الهدوء وبمنتهى الوضوح وبمنتهى التدرج ومنتهى الاحترافيه. دي رقم واحد. رقم اتنين، أنا عندي برنامج اقتصادي تنموي داخل الحزب، ولكن الإشكالية في البرنامج الاقتصادي، وهو ده بقى الكلام اللي احنا بنقدمه مختلف، إن احنا بنقول إن أي حد، يعني مثلا من ضمن الأسئلة اللي بتسألها أنتوا إيه نوع الاقتصاد اللي هتستخدموه؟ أنا ممكن أجاوبك وأسمعك كلام رائع جدا، ولكن كل نظريات الاقتصاد الحديثة بالذات علمتنا إن بعد الثورات في حاجة اسمها ذا بنسل ايكونوميك، الاقتصاد اللي مكتوب بالقلم الرصاص. لان صعب جدا، لان في حاجه اسمها استشراف الواقع ورفع الواقع رقميا. ولكن انا بطمن الناس ان انا اقتصادي باذن الله ليه 5 سمات. السمه الاولى ان هو اقتصاد ما فيهوش فايده، وهتكلم اقتصاد يعني هتكلم بلغه اقتصاديه. يعني ايه ما فيش فايده؟ يعني نحن لا ننظر للمال از برودكت، يعني احنا الفلوس عندنا مش سلعه. انتوا بتبصوا على انه المال مال الله ونحن مستخلفون فيه في الارض. وبيتحرك. انا بتكلم انا الكلمه جزاك الله خير. حضرتك بتهزر ولا بتتكلم جد؟ لا والله بتكلم بجد، ان المال مال الله ونحن مستخلفون فيه في الارض. لا انا بتكلم على الفكره الاقتصاديه في المال، ان الناس لا يعني الراجل بتاع ليز ثيوري اللي هو قال ان الفلوس ما ينفعش انا ادي حضرتك فلوس كسلعه فتديني عليها فلوس بالظبط. فانا بتكلم كلمه ما فيش فايده، بتكلم على مغزاها الاقتصادي. دي رقم واحد. رقم 2 بقول ما فيش ضرايب، ولينا فكرتنا وهنوضحها. 3 ودي مهمه جدا، ما فيش تضخم. يعني ارجع بس في النقطه الاولانيه انك انت ضد فكره الترييع. طبعا. ولكن ايه يا فندم؟ الترييع بمعنى ان تقوم على فكره الريع، ان تضع مالا ثم تحصل فيه على فائده دون اداره هذا المال او تشغيله او اي حاجه خالص. وانا هشرح لحضرتك دي بالنظره الاقتصاديه بتاعتنا. الحاجه الثانيه بنقول ما فيهوش ضرايب، الثالثه ما فيهوش تضخم ودي مهمه جدا. الرابعه والخامسه ان احنا بنقول ان احنا اشبه بالسوق الحر الرأسمالي، اشبه وعندنا موضوع فكره العداله الاجتماعيه اشبه بالاشتراكي. دي 5 سمات ممكن تبقى واضحه قوي فكره الاقتصاد الاسلامي.
احب نفصل. اتفضل. طيب، اول حاجه في موضوع الفايده، انا وجهه نظري ان لازم المال يلف. يعني ايه؟ احنا بنقول ان فكره اللي الناس دلوقتي اليوفط اللي بتترفع في امريكا ذا مسلمز بانكس، وان انتوا لو سمحتوا الغوا موضوع الفايده ده ونفذوا الموضوع ده. بتكلم اقتصاديا، مش عايز ادخل دلوقتي في خلاف فقهي، بس ده اعتقادي واللي انا مش هتنازل عنه واضح جدا، والامر بسيط وداخل طاوله الحوار. ان المال لما بيتحرك بيعمل الاقتصاد الحر اللي احنا عايزينه فعلا. اكبر اشكاليه ان انا لما يبقى عندي مال اخده واحد، الواحد ده ادالي التاني اشترى بيه عربيه، طب بعد ما اشترى عربيه جه رايح دافع بنزين، بعد جاب بنزين جه جايب بيت، بعد ما جاب بيت دخل ولاده المدرسه. لكن لو فلان ده ادى ده المال بتاعه ففلان خزنه، طلع بره دوره الاقتصاد فانا خسرته. فانا كاقتصاد عندي مش عايز اللي يخرج ده يبقى كتير. دي رقم واحد. رقم اتنين، فكره الزكاه عندنا في الاسلام فكره جميله جدا اقتصاديا يا استاذ عماد. اضرب لحضرتك مثال بسيط جدا. واحد انت بس لو شفت مصارف الزكاه خلاص يعني بتحل مشاكل. لا، انا برضه هتكلم عليها كشاب عايز يتزوج وعايز يعيش. احنا على فكره احنا لو قعدنا بهدوء وسمعنا بعض واختلفنا ما تفرقناش واختلفنا ما تنازعناش، هنلاقي ان حضرتك بتقول كلامي بس ممكن يكون مصطلحات تانية. ما في حاجه اسمها ضريبه دخل. يعني انا عندي وجهه نظري ان انت حضرتك طالما شاب ولسه بتشتغل وعايز تقدم نفسك وعايز تختار عروسه وعايز تشتري بيت وتشتري عفش، مش هاخد منك فلوس خالص ابدا. اعمل اللي انت عايزه. هبدا اخد منك مش لما يبقى عندك فلوس، لما يبقى عندك ثروه. وبقول لك لو خزنت فلوسك ما دخلتهاش داخل الايكونوميك سايكل دي، فلوسك هتنقص. لا، دخلها لي في السوق وخلي الناس تستفيد بيها. امتى هاخد منك فلوس؟ بعد ما تخلص كل حاجه وتيجي حضرتك وزوجتك وتقول لاولادك تيجي بقى نحوش قرشين في البنك، ولا تيجي تحوش قرشين نحطهم ونحوشهم. هنا في اللحظه انا ابدا اخد منك. حينما تمت عمليه البيع وعمليه الشراء، خاصه لما يكون اصل كان من الاصول المملوكه للدوله، لم تكن هناك الاجهزه الرقابيه ولم يكن هناك المعايير المتعارف عليها، والمفروض ان هو انجز بعد قصة بيروقراطية طويلة من الرقابة والتفتيش والتمحيص والأخذ والرد والمناقشة في السعر وكل هذه الأمور. يعني مفيش حاجة بتتباع كده في 24 ساعة لا في مصر. لا لا، وفي أمثلة لحاجات اتباعت. يعني الأطراف اللي بيكونوا فيها أطراف كثيرة، يعني المشتريين مثلا ممكن يكونوا 14 مشتري عبارة عن مؤسسات عالمية، كل مؤسسة من دول بيكون معها فريق عمل كبير جدا بمحاميين بمحاسبين بمخططين بمحللين بكل شركات حاجة دولية كمان، كله شركات كبيرة جدا. وكمان البيع نفسه تم بمزاد. يعني المشتريين دول قعدوا حوالين ترابيزة كبيرة في مكان مفتوح ويعني شفافية عالية جدا، لا وحضور ممثلين للأجهزة الرقابية للدولة. دايما اللجنة اللي بتبقى موجودة بتمثل الأجهزة الرقابية. يعني اللي بيبيع ساعة البيع الحقيقي عادة فأنا دخلت مزايدة أو أنت جيت قلت لي السعر، فأنا تقدمت بأفضل سعر بأفضل شروط. بالظبط كده. فأنا مشيت على القواعد واللوائح اللي أنت قلت لي عليها، وأنت مش أنا اللي اخترتني ضمن مجموعة من المتنافسين في تقديم السعر، ووافقت عليه. تمام. فات سنة 2 3 10 15 استيقظت ذات صباح بتقول لي نرجع نحكي القصة من الأول. ده كلام ما ينفعش، وده كلام من الآخر يعني بيمنع مش بس الاستثمار الأجنبي ولكن الاستثمار المحلي كمان. والحمد لله إنه السياسيين تنبهوا للنقطة دي، ولذلك حصل بعض التعديلات، المصالحات انه يعني انت ما فيش حاجة بيني وبينك جنائية. لو في فعلا غبن في سعر ما، لو في حاجة مشيت مش مظبوط من ناحية اللي بيبيع. ما هو كمان في نقطة لازم تبقى مهمة، بيجوا دايما يرتكب خطأ تاريخي، ان مثلا ارض يقول لك الارض دي تم بيعها من 15 سنة ب 200 جنيه المتر والسعر ده قليل. هو 200 جنيه قليل
للمتر بمقياس انهي سنه؟ المفروض في سنتها. فسنتها، لكن لو هتقيمها بعد 15 سنه النهارده طبعا ما ينفعش. ما ينفعش. ما هي دي النقطة، يعني هو حضرتك الموضوع يعني عك شوية من الآخر. عك بمعنى إيه؟ إنه بعض الاتجاهات علشان تحقق مطالب سياسية وتحقق مطالب ديمقراطية او ارضاء لحاله الثوره اللي في البلد، ما هو عشان يحقق مطلب سياسي هاجم جزء عصب في المجتمع بتاعه. وهذا العصب لما بيهاجم، يعني انا في رايي بالبلدي انه ما فيش سياسه من غير اقتصاد. لو ما عندكش اقتصاد اعمل زي ما انت عايز في السياسه، ما مش هتفرق كتير، ديمقراطي مش ديمقراطي، بس مش لاقي تاكل، مش لاقي تسكن، مش لاقي. معلش انا يعني النقطه دي مهمه، ولابد انها تبقى اوضح للعالم الخارجي دلوقتي. يعني هي اتقالت وقتها على استيحاء، ليه؟ لان في بعض الناس هاجموها برضو، لكن النهارده معلش انا على شفا الانهيار، فلا بد اني اطلع للعالم واقول له انا ما بحاكمش حد او ما بسالش جنائيا طالما الاجراءات مشيت 1 2 3. لو عندي بقى مشكله مش مع الذي اشترى، ده اكيد، ولا الذي حتى باع، مع الجهه التي اقرت صحه البيع، اللي هي الجهات الرقابيه. بالظبط كده. فانت بترجع تاني تصدر المشكله للي باع واللي اشترى. بالظبط كده. عشان كده في اول الحديث انا طلبت او قلت لحضرتك انه يا ريت يبقى عندي اتجاهين متوازيين. الاتجاه السياسي اللي كلنا كمصريين عايزينه يتحقق ويحصل، ولكن هياخد وقته، لان انت بتبني مؤسسات جديده على اسس ما كانتش موجوده قبل كده، من ضمنها ديمقراطيه، حقوق انسان، الى اخره الى اخره. فانت عايز وقتك في الحكايه دي، لكن بالتوازي معاه ما اقدرش ان انا افرمل الاقتصاد بتاعي عقبال ما اخلص انا السكه دي وبعدين ارجع اعالج الاقتصاد. حضرتك طول عمرك تشتغل في اما الاقتصاد المحلي او في الاستثمارات الداخليه او الخارجيه، ولجان دوليه كثيره تهتم بالاستثمارات والعملات والمضاربات وكل هذا الامر. حسب خبرتك ازاي، عشان الناس تعرف كيف تنظر الهيئات الماليه الدوليه وصناديق الاستثمار لحاله بلد زي الحالة المصرية فيما يختص بتحليل المخاطر؟ يعني ازاي بيصنفوا حالة البلد ومخاطرها، وايه اللي بيخليهم من الناحية السياسية يقبلوا على الاستثمار في بلد او يحجموا ويقولوا هذه حالة خطر عالي فمصنفة فلا تقتربوا من هذا الاستثمار؟ اولا ليس هناك مبرر على الإطلاق لأن يبقى وصول التيار الإسلامي سبب في انخفاض القدرة المصرية على استثمار، على جذب استثمارات أجنبية. ده ما بيتنزلوش إطلاقا. يعني مفيش تخوف من الإسلاميين إطلاقا. ولكن التخوف هيصدر من بعض التصرفات اللي قد لا تريح المجتمع الدولي، الحريات، أهم الحريات كمان، لأن دي هتهم بعض الناس. انما الاهم من كده كمان تقييد حريه حركه الاموال. ما يهمنيش اللي بيحكم مسيحي مسلم متطرف بوذي. انا كمستثمر انا بقول انا هستثمر في مصر ولا هستثمر في بيرو؟ هستثمر في قطاع النسيج في مصر ولا هستثمر في قطاع الاتصالات في البرازيل؟ بقول الاول انا العائد المتوقع قد ايه، المخاطر المتوقعه. من ضمن المخاطر اللي هتحسب العمله. انا النهارده ببيع دولار عشان اشتري مصري عشان استثمر في قطاع في مصر. هذا القطاع هل انا متوقع انه يعمل لي 30% علشان تعوض لي في 6 اشهر، يعني 15% على احسن الفروض، تعوض لي انخفاض العمله اللي انا متوقع لو حصل ظروف سيئه يبلغ 20%؟ يبقى بلاش استثمر في مصر. لما الامور تستقر انا راضي ان انا استثمر في مصر، استثمر في بلد تانية بعائد متوقع 10%، بس مخاطر انخفاض العمله 2% 3%. هل انا عندي استعداد ان انا استثمر في بلد قد تقوم فيها اضطرابات تؤذي استثماراتي؟ اللي حصل لاوراسكوم تيليكوم في الجزائر خلى ناس كتير قوي تتردد، الدوله ما قدرتش تحمي الاستثمارات. نقطه مهمه جدا كمان،
قبل بقى ما اقول الاوضاع تستقر، في حاجه تانية كمان لازم اطمن الناس ان اللي كانوا بيعتمدوا على اعلى سلطه في البلد وهو رئيس الجمهوريه او وزير الفلاني ان ده مش نهايه المطاف، ان في ناس فيهم مشاكل هتتحل. انا بتكلم بصراحه، يجب ان يتم حسم المصالحات اللي بتتم مع المستثمرين. انا لا ادعو للاعفاء عن ناس قاموا باعمال غير قانونيه، ولكن ادعو لطمأنة المستثمرين الاجانب انه لن تحدث حاجات مفاجئه حتى لو نظام اتغير. ما احنا خلاص خدنا على كده، بكره ممكن يحصل تاني نظام، سواء لا قدر الله بتغيير عنيف او بتغيير تداول سلطه. لن ياتي حد يحاسب حد استثمر النهارده في مصر، مفيش مستثمر يتسجن غير لو كان حرامي او راشي او مرتشي. طيب انا عايز بقى انتقل لحضرتك لاداره هذا الوضع. احنا يوم 25 صبيحه يوم 25 في العام الماضي كان في حكومه الدكتور نظيف، ثم جاءت بعدها حكومه الدكتور شفيق الاولى، ثم حكومه الدكتور شفيق الثانيه، ثم حكومه الدكتور عصام شرف، ثم حكومه الدكتور الجايزون. يعني من التاريخ ده للتاريخ ده 5 حكومات ب5 اشخاص مختلفين بسياسات. السؤال: ما هو المتفق عليه في السياسات في ال5 دول، وما هو المختلف فيه، وكيف تمت إدارة الحالة دي من هذه الحكومات المتعددة، إذا وضعنا في الاعتبار أن كده يبقى متوسط عمر الحكومة 3 شهور؟ يعني شوف، متوسط عمر الحكومة 3 شهور 6 شهور. الحكومة رئيسها شفيق، عصام الشرف، الجنزوري، نظيف، كلها حكومات لا تختلف سياستها على الإطلاق في تقييمي الشخصي. أنا بقول لا تختلف في التوجه العام. أنا بتكلم أساسا من منظور الاقتصاد ومن منظور المال ومن منظور أهم من الاقتصاد والمال إدارة الدولة. قد يختلف حكومة عن حكومة في مدى استجابتها للمطالب الشعبية الفئوية. يعني ايه؟ عشان برضو ما نقولش ان ما فيش خلاف خارج، لا في خلافات، بس هتبقى خلافات في ايه؟ ده استجاب للمطالب الشعبية بأي درجة الفئوية، وده ما استجابش، ده كان أسرع من الآخر في إنه يطلع شيكات لأسر الشهداء، ولا ده كان متباطئ، كلام كده إيه؟ جانبي لا يرتبط بإدارة الدولة وإدارة الاقتصاد القومي اللي هي المتغير الرئيسي، ولا الرؤية الاقتصادية اللي بيتم التعامل معها مع الفلسفة الاقتصادية الحاكمة للنظام. شوف، ده برضو هيرجعني إلى إن تفرقة حقيقية قبل 25 يناير وبعد 25، عشان نعرف الحكومات دي ماشية ازاي وبتفكر ازاي. وانا للاسف انا متخوف ان حتى الحكومة اللي هتيجي بعد الجنزوري حتى لو شكلها حزب الحرية والعدالة برضو مش هتختلف، وده الخوف الكبير على مصر. ليه يا فندم؟ ما انا هقول لك الاول وبعدين اتفضل. شوف، احنا تبنينا ما قبل 25 يناير ما يسمى الفكر الجديد، مش كده؟ رفعوا الحزب البائد المنحل، وبعدين الحكومة حولته إلى سياسات اقتصادية من خلال مجموعة من الرموز. أي اقتصادي هتسأله هيقول لك الفكر الجديد ده عبارة عن تطبيق عملي لما يسمى تفاهمات واشنطن أو توافقات واشنطن. واشنطن كونسنسس 1 مش 2، لأن تفاهمات في واشنطن كونسنسس 1 و 2. احنا الحكومة المصرية كانت بتطبق روشتة إصلاح عالمية اقتصادية بتحدد معالم اقتصاد السوق والحرية الاقتصادية مرتبطة بهذه التفاهمات. هذه التفاهمات البنك الدولي أصدر رؤية نقدية شاملة لها، وأصدر تقارير شاملة لها، ونشرت في الإعلام المصري كمان منذ سنوات، مش بتاع، ونشرت على مستوى العالم، وانتقل إلى تفاهمات واشنطن 2. تفاهمات واشنطن 2 اصطدمت في الواقع بأزمة الأرجنتين وانهيار الأرجنتين سنة 2000 و2001 وإفلاس الأرجنتين وغيرها من التجارب الفاشلة، فالعالم انتقل إلى برشلونة 2004 بعد كده. انت برغم كل المتغيرات العالمية ديت لروشتة الإصلاح وروشتة التنمية
قعدت في خانه تفاهمات واشنطن 1 اللي هي المدرسه الاصوليه الراسماليه بكل تطبيقاتها التقليديه بتاعت ريجان تاتشر، ثنائيه ريجان تاتشر ريجان، رونالد ريجان رئيس جمهوريه امريكا، ومارجريت تاتشر المرأة الحديدية رئيسة وزراء بريطانيا، ورؤيتهم إلى الخصخصة ورؤيتهم إلى الاقتصاد ورؤيتهم إلى كذا، اللي هي ما يسمى مدرسة اليمين المحافظ في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي ظهرت بشكل كبير في الأدبيات العالمية مع جورج بوش، الرئيس الأمريكي جورج بوش. أنا مش عاوز أنقد الوضع إنه إيه بس مجرد أصولية رأسمالية بكل مساوئ الأصولية، ولا بس انا عاوز انقد ان احنا كنا من البطء والتكاسل، وكنا من عدم القدرة على الاستجابة لمتغيرات العالم، ان احنا دنينا عند وصفة قديمة من اوائل التسعينات، حتى لما العالم الغربي المتقدم ومنظماته غيروها لثبوت اضرارها الفادحة على الواقع الاقتصادي للدول، ما قدرناش يكون عندنا الهمة ولا النشاط عشان ننتقل اليه. المشكله ان ده استمر حتى 25 يناير 2011 واستمر مع الحكومات المتوليه حتى ما يسمى حكومه الانقاذ الوطني برئاسه الدكتور الجنزوري. ان احنا عملنا نسيج عنكبوتي، نسيج العنكبوتي اللي حكم مصر فكريا، وده المشكله هنا فكريه بالدرجه الاولى، ومشكله لان ده هو اللي منع البنك المركزي من ان يضع قيودا على حركه النقد الاجنبي. ما هو انت عندك روشيتا بتقول لك ان انت يجب ان تحرر معاملات الاقتصاد المصري بلا اي قيود، وفي مقدمه عناصر التحرير دخول وخروج النقد الاجنبي باعتبار ان ذلك عنصر امان. فبالتالي لما اي حد مسؤول في اي موقع ويبقى هو نفسه هو شخصه المقتنع بهذا الكلام، مش هيخرج عن سياق هذا النص حتى لو ادى الى كارثه، حتى لو جر مجمل الاوضاع الاقتصاديه المصريه الى مستنقع مش ممكن الخروج منه. محمود، هل تؤمن بالنظريه اللي بتقول انه اذا وصل الاخوان الى انهم يشكلوا حكومتهم بعد مثلا 30/6 واصبحت هناك حكومه ذات اغلبيه اخوانيه يرأسها ممثل لجماعه الاخوان، فيصبح على رأس يعني الحكومه، فالبرلمان في غالبيه اسلاميه والحكومه كذلك، هل هذا ممكن يكون وضع مطمئن لقروض ومنح من الدول واستثمارات مباشره او غير مباشره من صناديق عالميه، ولا سيتخذوا موقف الانتظار؟ ممكن يبقى الموقف يعني على احد الاحتمالين اللي حضرتك قلتهم، يتوقف على بيان الحكومه. انا هعمل ايه؟ يعني مش عاوز اتكلم في حكايه السياحه، احنا اتكلمنا فيها كتير قوي، انما انا بقى سمعت عن لقاءات جيده جدا بين الاغلبيه البرلمانيه وبين ناس اصدقائي بيشتغلوا في السياحه في شرم الشيخ، قالوا لي لا اجتماع كان مفيد جدا واجتماع بوزيتيف جدا ولا مطمئن يعني. السياحه مش 12 مليار، مصر محتاجه 24، مفيش حاجه هتتاثر، احنا مش جايين عشان هم حاسين بحجم المشكله. ففي النهايه البيان ليس الشخص وليس الاتجاه، يعني الاتجاه الديني، ولكن اتجاه الحكومه في معالجه الازمه الوضع الاقتصادي في مصر والتعامل مع المستثمرين المحليين والعرب والاجانب هو الدافع للعوده لمصر بكل قوه. هل تعتقد انه مثلا حكومه يقودها جماعه الاخوان المسلمين والسلفيين ستمنع البنوك ما يسمى بالتجاريه او الربويه، ام ممكن ان هي تحافظ على هذه البنوك لكن تدعم مثلا او تشجع بشكل او باخر ما يسمى بالفروع المعاملات الاسلاميه؟ ده اكيد، وده موجود على فكره، وده موجود، ده موجود يعني انت يمكن هتزوده شويه، ولكن موجود في النواحي الادخاريه في منتجات اسلاميه ادخاريه، وفي النواحي الائتمانيه في منتجات. بالتالي ما فيش بنك حتى دلوقتي البنوك الاجنبيه في الخليج
من اول HSBC سيتي بانك كله عنده فرع لهذا النوع طبعا. من المعاملات. انا بنفسي كنت واحد من اللي انشات بنك اسلامي لسيتي بانك في منطقه الخليج. لانه هو في النهايه انت بتطبق قواعد معينه زي بالظبط شغل البنوك التجاريه. يعني ده عنده اجراءات 1 2 3 وده عنده اجراءات 1 2 3. الاثنين بينتهوا في نفس المكان على فكره. الفروقات بسيطه جدا، ويمكن اقول مستنديه اكتر منها يعني تؤثر في سير العمل. طب يمكن السؤال المهم في هذا المجال هو قد ايه حضرتك بتشوف مثلا انه البنك المركزي في مرحلة جديدة يكون له تدخل او استقلالية او حرية، يعني في ظل النظام جديد، في نظام نبتغي ان هو يكون افضل؟ يعني هو البنك المركزي بطبيعته لابد انه يكون مستقل. مستقل بمعنى انه بيبقى الجهة اللي هو ريبورتنج ليها او بيتكلم معاها هي اعلى جهة في البلد، فبيبعد عن الاجهزة الاخرى ومنها مثلا الحكومة نفسها كحكومة، لانه ممكن يكون هناك بعض التعارض يحصل ما بين احتياجات وزارة المالية، احتياجات وزارات اخرى، واخد بالك؟ فما ينفعش انه يبقى يعني مثلا بنك اوف انجلاند لو ناخد نموذج لبنك مثلا شديد المحافظة. نعم. في مثل هذه البنك المركزي البريطاني. نعم. بيعمل ازاي بس عشان نعرف الناس؟ مستقل تماما عن الحكومة. هو وظيفته الرئيسية الرقابة، واحيانا وضع بعض التشريعات اللي بتساعد السوق على النمو او تهدي السوق من بعض المشاكل. وده اللي البنك المركزي في مصر الحقيقه بيعمله. يمكن الدور ده هيزيد اكتر في الفتره اللي جايه. ليه؟ لانه زي ما اتفقنا، انا عايز ارجع تاني للسمول ديتيلز او التفاصيل الصغيره بتاعت الاقتصاد، لان هي دي اللي هتشغلنا. القطاع المتوسط والصغير وقطاع متناهي الصغر اللي هو يعني منتشر في انحاء الجمهوريه كلها. عشان نوضح للناس، متناهي الصغر ده ممكن يكون مثلا مكنه تريكو في بيت، جاموسه علشان يتم استخدام الريع بتاعها ومنتجاتها، بياعه في سوق خضار، بتروح تاخد كل يوم من تاجر الجمله شويه خضار وتنزل بيهم السوق تبيعهم. التمويل بتاعهم بيبتدي من 5000 جنيه لغايه 25000 جنيه. كشك صغير مثلا، اي حاجه في الحته دي يعني. ودول كتير قوي. واحنا كان لينا تجربه الحقيقه ممتازه في هذا، لانه لما ابتدينا نعملها من 4 سنين ما كانش عندنا ولا عميل متناهي الصغر. بعد تقريبا 2 3 وصلنا يمكن لاكثر من 80,000 عميل. طبعا لما انا ابص لل 80,000 عميل انا ما ببص لهمش 80,000 عميل، انا ببص لهم العميل وراه عيله، العيله دي فيها 4 5 تنفار، يبقى انا ببص ل حوالي نص مليون بني ادم. فاذا الشريحه دي لابد انها تشتغل جامد جدا، لان ده بيمص بطاله موجوده داخل البلد في القطاعات بالذات اللي تحت. زي ما حضرتك قلت بالظبط، البنك المركزي دوره في الفتره اللي جايه ان ازاي احفز البنوك انها تشتغل اكتر مع هذه القطاعات. كان البنك المركزي مثلا اخذ قرار من 2 تقريبا بانه اللي يمول القطاع المتوسط والصغير تتشال من عليه جزء من الاحتياطي النقدي اللي هو بيمثل تكلفه على اي بنك. انت عايز حاجات كتير من هذا النوع. فيما يختص بموضوع الاحتجاجات الفئويه، كيف ترى طريقة التعامل أو إدارة هذا الملف طوال العام الماضي من قبل الحكومات المتعاقبة؟ تم التعامل مع المطالب دي بقدر كبير جدا من الخوف. كان في خوف لدى المسؤولين، لدى رؤساء الوزارات المتلاحقة على موضوع المطالب الفئوية. المطالب الفئوية لازم تخش ضمن منظومة عامة لموضوع الأجور والتسعير والدعم. كل دول لازم يتبص عليهم مع بعض، ما تقدرش تبص من منظور فئوي بس على الماهيات قد ايه. طبعا موضوع ان كان في تفاوت مرعب في الاجور ما بين الناس وبعضيها، طبعا ما ينفعش.
ما ينفعش في اي نظام في العالم، حتى في الشركات الخاصه ما ينفعش يبقى عندك مدير بياخد ملايين والموظفين بياخدوا بالالافات، حتى في دي ما ينفعش، فما بالك بقى لو كان ده في الحكومه او في القطاع العام. فده ملف لازم يتبص عليه، يتبص عليه ضمن ملف الدعم، ضمن ملف كل ملف العداله الاجتماعيه، لو نحب نوصفها بطريقه ادق من كده لازم كله يتبص عليه. لكن لما هتبص على جزئيه، طيب انا هزود الماهيات بتاعه الناس وهو لا يعمل العمل الذي يكافئ هذا الاجر، طب ما ده هيؤدي الى تضخم، والتضخم هيؤدي الى تدهور مستوى المعيشه للناس، فما حلناش المشكله، فهتضطر تزود الدعم، فتخش في دوره اقتصاديه ما تقدرش تحلها. عندنا الدكتور حازم ببلاوي الله يمسيه بالخير كان بيقول دايما جمله اخيره، يعني قبل ما يسيب الوزاره كان بيقول لازم نبص ما هو هام وما هو عاجل. المطالب الفئويه النهارده بقت مطالب عاجله وهامه في نفس الوقت، فلازم تعالج تماما. لكن مشكله الدعم مشكله هامه ويجب ان تعامل، لكن يمكن ما هياش عاجله قوي دلوقتي، يعني لازم يخش في الميتريكس، طريقه الميتريكس انك تحط المشكله وتحط وقت حلها. حضرتك ترى انه الاحتجاجات الفئويه دائما الديمقراطيات الغربيه ممكن بيبقى فيها احتجاجات واضراب، ممكن البعض يقول ان مثل هذا الامر يعطي مؤشر ان الديمقراطيه الان مستتبه في مصر، ان من حق الناس ان تحتج وان تضرب وان تتظاهر، والبعض الاخر يرى ان كثره الاحتجاجات الفئويه يعطي مؤشر سلبي للمستثمر. انا لست الخبير، حضرتك الخبير. السؤال، الاحتجاجات الفئوية ماذا تعطي من مؤشرات للمستثمر أو لحركة السوق؟ الاحتجاجات الفئوية بتعطي 3 مؤشرات. المؤشر الأول أن هناك خلل امتد لسنوات طويلة لم يتم حله، وأنه بيؤثر على فئة من الشركات التي لم تلتزم بحقوق العاملين فيها. ولكن احنا إذا كنا بنتحدث عن أكثر من 1200 احتجاج فئوي وإضراب تم خلال عام الثورة، فإن في مصر أكثر من 11,000 شركة، ده معناه أن 90% من الشركات لم تتأثر. النقطة الثانية أن التنظيمات النقابية لم تقم بدورها الكافي خلال هذه الفترة، وده أمر معناه أن الشركات يجب أن تعيد مرة تانية إعادة تنظيم القوى النقابية، وأن تنظر إليها على أنها ليست قوى مضادة ولكنها قوى مشاركة في صناعة القرار. العنصر الثالث هو أن الوقت المقبل يحتاج إلى ما يطلق عليه اسم إعادة صياغة منظومة الإنتاج، بمعنى أنني لا يمكن أن أعتبر العامل على أنه أداة إنتاج زيه زي المكنة أو زيه زي العربية اللي بتنقل البضاعة والمواد الخام. يجب أن يكون العامل هو جزء من صانع القرار داخل الشركات. النماذج اللي حضرتك تحدثت عنها بره في أوروبا وفي أمريكا بيحدث فيها إضراب فئوي، ولكن عادة ما بيكون جزئي، وبيكون بعد مفاوضات، وبيكون بعد إبلاغهم، ولا يتم إيقاف العمل كاملا. في محطات السيارات أو في مواقف الأتوبيسات بيتم إيقاف نصف الأتوبيسات والنصف الآخر موجود حتى لا تتعطل مصالح الناس. لا يتم قطع طريق، لا يتم إيقاف سكة حديد، لا يتم إحراق مبنى، لا يتم تكسير مكان، لأن في النهاية هم صناع في القرار، هم مستفيدين من نجاح الشركة أو المؤسسة اللي بيعملوا فيها، هم مساهمين في هذا الأمر. الدستور المصري في 71 كان ناصص في بنوده على أن العاملين يكون لهم تمثيل في مجلس الإدارة ويكون لهم نسبة من ملكية الشركات. رغم ذلك هذا لم يفعل، وده أمر يجب أن يكون موجود أمام صناع الدستور خلال الفترة المقبلة. الوقت الحالي يحتاج إلى أن يكون الجميع هو جزء من منظومة الإنتاج، وهو الأمر اللي بدأت الصين منه تبني النهضة الاقتصادية، اللي بدأت ماليزيا منه في عهد مهدي محمد تبني من جديد البناء الاقتصادي داخل الدولة. القوة الحقيقية اللي موجودة في مصر هي القوة البشرية، وهي قوة ليست معوقة كما كان يتحدث عنها النظام السابق، ولكنها قوة قادرة على توجيهها ناحية الإنتاج. لا يبقى فقط هو إعادة تنظيم هذه القوة. بالتأكيد الإضرابات الفئوية في بعض الأحيان نتيجة الممارسات الفردية من بعض هذه الإضرابات، سواء بقطع طريق، بإيقاف هويس، بإيقاف سكة حديد، بإيقاف حتى مترو أنفاق، هذه الأمور كانت بينظر إليها الجميع على أنها شكل من أشكال الانفلات الأمني. ولكن المطالبة الفئوية الحقيقية يجب أن تتم من خلال تنظيم نقابي، يجب أن تتم وبشكل واضح تماما من خلال مشاركة في صناعة القرار داخل الشركات.
الوقت الحالي يحتاج إلى إعادة صياغة منظومة الإدارة داخل مصر. إحنا لن نتحدث فقط عن تحقيق اقتصادي، لن نتحدث فقط عن توسع على البناء الاقتصادي، ولكننا نتحدث أيضا عن تغييف الفكر الاقتصادي نفسه. إحنا كنا بنبحث عن فكر في وقت ما من الأوقات يأخذ شكل الاحتكارية أكثر مما هو يأخذ شكل البناء، وهو أمر ساهم كثيرا وفي أوقات طويلة خلال الفترة الماضية في تدمير القوى الاقتصادية المصرية. الوقت الحالي يحتاج إلى أن نكون جميعا ننظر في عين الاعتبار بأن هناك عمال، بأن هناك مستهلكين موجودين يجب أن ينظر إليهم. تنظيمات المستهلكين في مصر أضعف كثيرا مما هي عليه في الخارج. يجب أن يكون هناك النظر لفكرة لماذا أقوم بهذه الصناعة وأدعمها؟ هل هي صناعة مرتبطة بقيمة مضافة؟ هل الإعفاءات اللي بقدمها ليها والإعفاءات الضريبية اللي بتقدم ليها مرتبطة بزيادة في حجم الإنتاج، مرتبطة بزيادة في حجم العمالة؟ هل نحتاج في الوقت الحالي إلى أن تكون إعفاءاتنا كما كانت في لمدة 20 سنة هي إعفاءات ضريبية وتقديم أراضي بقيم متدنية ثم نبدأ موجة جديدة كما يحدث الآن، أم نحتاج إلى إعفاءات مرتبطة بقدر ما تقدمه هذه المشروعات من دور في البناء الاقتصادي؟ الوقت الحالي هو وقت إعادة صياغة الفكر الاقتصادي من جديد، وهو أمر أصبح عاجل جدا. لكن في وسط الارتباك الحالي أنا أتصور أن نقاط كثيرة غابت عن الجميع. خريطة الطريق حتى عندما نتحدث مع الأحزاب السياسية نكتشف منهم أنهم يضعون خطوط عريضة جدا، ولكن البرامج التنفيذية لم تكن في حسابات الكثير. أنا أتصور أن سرعة الانتقال في وقت ما من الأوقات وبطئها في وقت آخر أصابت النخبة السياسية بالارتباك. لذلك فالنخبة الاقتصادية تحاول الآن التماسك، ولكن هذا التماسك سوف يرتبط دايما باستقرار الأمن وسرعة الإصلاح السياسي.